أحب أشكر إخواننا اللاعبين، أشكر اللجنة المنظمة لهذه البطولة، أشكر اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الدعم اللي قدمونا لهذه البطولة. أتمنى الشركات والتجار البحرينيين وكبار الشخصيات يواصلون دعم لعبة الصالات. عندنا لاعبين محترفين يطلعون لبرا، بس المشكلة أن الدعم قليل، ما يحصلون تكريم مثل الألعاب الباقية. عندك موشي، عندك جسام، ما بقول اسم وينسى اسم، لاعبين واجد مستواهم عالي، بس للأسف في البحرين بشكل عام في هذه اللعبة قاعدين نتأخر في التقدم. الدول الخليجية كلها قاعدة تروح وتقدم والبطولات تتطور. يعني احنا الحمد لله عندنا بطولة بطولة مونديال هشام فولاد في رمضان، بطولة تنظيم رائع، تحكيم رائع، تمشي على القانون كامل مال لعبة الفوتسال، قاعدة تساعد اللعبة تتطور إن كان من ناحية صغار أو من ناحية كبار. أتمنى كبار الشخصيات الموجودة في البلد إنها تهتم في هذه اللعبة وتهتم في اللاعبين اللي قاعدين يحاولون يطورون نفسهم. بخصوص أفضل لاعب في البطولة، أفضل لاعب بطولة هذا مو مجهود شخصي، الله يعلم لو مو هاي الرجال اللي وياي اللي قاعدة تحتفل الحين أنا ما أقدر أوصل ولا شيء في هذه البطولة. هم ورا كل شيء، ورا كل إنجاز، ورا كل شيء. وعلى فكرة هاي اللاعبين كلهم من نادي النجمة ومن نادي الشباب، ومدربنا من نادي البحرين للفوتسال. يعني احنا قاعدين نحاول قد ما نقدر نطور نفسنا ونطور اللعبة. أتمنى آخر مرة أقولها إن الكل يحاول يدعم هذه اللعبة. مشكور. طبعا هذه كلها توفيق من رب العالمين، والقتال اللي شفته داخل الملعب قتال وحماس، لاعبين يبون بطولة. لما اخترت هاللاعبين كنت واثق فيهم 100% ان هذيلا راح يحققون البطولة، والحمد لله رب العالمين ما خذلوني. يمكن انا جديد في كرة الفوتسال، لكن الحمد لله رب العالمين مجهود ربعي وتوفيق من رب العالمين. في اول مشاركة لي اخذت المركز الاول والحمد لله رب العالمين. اول شيء ما نقول له الحمد لله، مثل ما قلت ثاني بطولة على راس اخذ البطولة وفريقين مختلفين، الحمد لله هاي توفيق من رب العالمين. وافضل حارس البطولة البطولتين بعد متتاليين، الحمد لله هذه توفيق من ربي. والحمد لله يعني مثل ما شفت المباراة وايد كانت صعبة. احنا نلعب ضد نجوم الصالات، يمكن نجوم الصالات منقسمين قسمين وهم نجوم الصالات، يعني هم فريق كلش ما يستهان فيه. الحمد لله احنا استغلينا الفرص وقدرنا نفوز في المباراة. هذه البطولة شهادتي فيها مجروحة، لكن بقول كلمة واحدة، هذه البطولة أفضل بطولة صالات في البحرين. هذه باختصار يعني شديد كل اللي بقوله، أفضل بطولة صالات تنظيميا في البحرين. طبعا يعطيكم ألف عافية شباب مثلكم، مو مقصرين في ولا ناحية. الحمد لله احنا نتشرف نلعب في هذه البطولة كل سنة. احنا اني نقول لكم وين البطولة، متى بتستوي، متى بتبتدي، متى بتنتهي، لأن احنا نبي نلعب معاكم، نتشرف نكون من ضمن هالبطولة.